قلت بقى اجرب الكحك اللي بكريم شانتيه، بس فعلا كانت احسن تجربه. يا نهاري على الجمال، حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. حلو جدا جدا ودايب بقى وحاجه كده، مش محتاج اصلا يتحشى باي حشوه. والله العظيم من طعمه فعلا فعلا خطير خطير خطير. جربوه ان شاء الله يعجبكم. انا جربت في نص كيلو دقيق بس، قلت اجرب بقى مش هغامر. بس فعلا كانت احسن تجربه. ده نص كيلو دقيق، حطيت عليه معلقتين سكر صغيرين، معلقتين سمسم كبار برضو زي ما انت شايفة كده، وذرة ملح، يعني حوالي اقل من ربع كوباية، شوية ربع معلقة قصدي، شوية صغيرة. تمام. ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة بقى كريم شانتيه حلوة كده، معلقة كبيرة مليانة. تمام. وهبدأ بقى اقلب كويس كده، كويس كل الحاجات دي كويس في بعضها كده. وهكون بقى مجهزة معايا السمنة بتاعتي. السمنة طبعا بتاعتي انا هعمل الكحك ده على البارد. والدقيق طبعا اكون نخلاه كويس الاول، طبعا لازم يكون اتنخل كويس. همسك بقى كده السمنه وابدا اقلب بقى كويس قوي. السمنه دي 300 جرام، يبقى نص كيلو دقيق و300 جرام سمنه. بالظبط كده، يبقى المكونات نص كيلو دقيق و300 جرام سمنه، ومعلقتين سكر صغيرين، ومعلقتين سمسم، معلقه كريم شانتيه، وذره ملح. هبدا بقى اقلب كويس كده، وبس بقى كتير كتير زي ما انت عايزه بقى. هيطلع معاكي بقى كده ايه، تحفه. لازم الخطوة دي، طبعا لازم جدا جدا نعمل الخطوة دي. هكون بقى كده جايبة نص كوباية مية، هحط فيها معلقة سكر صغيرة ومعلقة خميرة صغيرة برضو مليانة. تمام. وهقلب كويس جدا واسيب الخميرة بقى تتفاعل، وابدأ بقى انزل بايه، بالسائل ده كله مرة واحدة. اول ما تتفاعل معايا كده، هبدأ بقى انزل بيها كده مرة واحدة. وابدأ بقى ايه، اقلب بس تقليب، مش هعجن خالص، تقليب بس. اول ما المية تختفي من قدامي كده، خلاص هوقف بقى كده خالص. وبعد كده بقى ايه، ابدأ بقى اشكل العجينة بتاعتي الاشكال بقى اللي انا بحبها كلها. شايفة الجمال؟ العجينة بقى ما شاء الله، ولا بقى بتشقق ولا اي حاجة خالص، خطيرة. بس شايفة الجمال؟ بس خلاص كده بقى ايه، هبدأ بقى احشيها بالحشوة بتاعتها بقى. انا كنت هحشي بالملبن الاول. هكور كده كام كورة. كمان النص كيلو عمل كمية حلوة قوي، يعني عمل كمية حلوة جدا جدا. صراحة انا قلت بقى اجربه، عشان ايه لما اعمله بعد كده تاني اعمل بقى ايه وانا مطمنة. بس فعلا كانت احسن تجربة والله. هبدأ بقى كده ايه اكور، واحط بقى الايه الملبن فيها كده. بعد كده بقى عايزة تعمليه كده من غير ما تحطي عليه ولا البصامة، ولا تعمليه بالمنقاش، براحتك جدا. عايزة بقى تبصميه بالبصامة، تمام. عايزة تعملي بالمنقاش زي انا ما بحب اعمل كده، تمام برضو. انا بقى بحب كده اعمله بالمنقاش صراحة، شكله بيبقى حلو جدا، وكمان بيثبت السكر عليه. بس بأي شكل بقى انت بتحبيه، انا بحب اعمل الاشكال دي كده، سهلة قوي وبسيطة جدا جدا. شايفة الجمال والحلاوة؟ خطير. وتدخليه بقى الفرن، مش بياخد وقت خالص في الفرن. انا طبعا ولعت الفرن من تحت بس، وبعد كده بقى قبل ما اطلعه ولعت الشوايه وطفيت على طول. طبعا بنسويه بقى على درجه حراره كده ايه، 180، ونطلعه بقى كده بالشكل القمر ده. وتحطي بقى عليه السكر البودر لو بتحبيه، لو بتحبيه ساده تمام وبس. الف هنا وشفا. جربوه والله العظيم، فعلا تجربه تستاهل التجربه فعلا. شايفين الجمال؟ حلو جدا جدا. شايفه الجمال؟ شايفه الذوبان؟ حاجه كده ما شاء الله ما شاء الله. حلو جدا جدا. ما شاء الله. جربوه ان شاء الله يعجبكم.